عارف يا رامي، انا طول عمري وانا بعتبرك اخويا. انا لو كان ليا اخ عمري ما كنت هحبه ولا اتفق معاه زيك. انت ده انت تحويشت العمر كله اللي بدعي ربنا يحافظ لي عليها طول العمر. ربنا يديمها علينا نعمة يا صاحبي. وهو العمر فيه كام 20 سنة عشان نطلع تاني بصاحب جدع واخ يخاف على اخوه زيك كده يا حسام. ده كان كلامي انا وصاحب عمري واخويا حسام بعد ما اتقابلنا في شركة كبيرة قوي، واللي كان يشوفنا مع بعض استحالة كان يصدق اللي حصل ما بيننا بعد كده. وقبل ما افاجئكم بقى واقول لكم ايه اللي حصل، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. انا رامي ليا اخت واحدة بس، وعايشين مع امي اللي اتحملت مسؤوليتنا كلها من بعد وفاة بابا. ومن وانا في ابتدائي كنت انطوائي قوي، تقدروا تقولوا كده. ما كانش ليا اصحاب نهائي لحد ما طلعت الاعدادي. ومن اول يوم وجا قعد جنبي. كنا في نفس الفصل ونفس الديسك كمان. واللي اول علاقة ما بينا اللي حصل بعد انتهاء اول يوم دراسي، زي ما حواريكوا كده دلوقتي. مالك يا رامي؟ انت شكلك تعبان قوي. هو في حد هيجيلك عشان ياخدك ولا مروح لوحدك؟ لا انا هروح لوحدي، انا كويس مفيش حاجة. اطمن. ايه يا حسام، مش يلا عشان نروح؟ ايه ده، ماله صاحبك؟ مش عارف يا بابا، وشه اصفر كده ومتلج. لا 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 انا مفيش حاجة، انا كويس متشكر قوي. روح انت مع باباك يا حسام. كويس ايه بس يا ابني، انت شكلك عندك هبوط. تعالى معايا تعالى، ما تخافش. روح يا حسام، هات له عصير وكيك من السوبر ماركت. هو انا واقف معاه اهو اطمن. وبعدها فقت شويه وما سابونيش غير لما وصلوني لحد باب البيت. ومن يوميها واحنا ما فرقناش بعض خالص، مدرسه ودروس وكل حاجه كنا بنعملها مع بعض لحد الثانويه العامه. وحلمنا كان واحد، وهو الوصول لكليه الهندسه. ويوم النتيجه بقى جبنا نفس المجموع تقريبا، ودخلناها وحققنا حلمنا وبقينا في جامعة واحدة. وبرضه ما افترقناش يوم زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. بقول لك ايه يا حسام، ما تيجي تبات عندي اهو نسهر مع بعض على مشروع التخرج. لا يا عم رامي ما يصحش، انت عندك اخت ومش هتكون براحتها. طب بقول لك ايه، ما تيجي تبات انت عندي، انا ماليش اخوات وهنكون على راحتنا. خلاص ماشي، عندك حق برضه. هو ايه يا ابني، سرحت في ايه هناك كده؟ بص يا رامي، سرحت في مستقبلنا. شايف الشركة اللي هناك دي بقى اكبر شركة هندسية في البلد كلها. حلم انا وانت نشتغل فيها بعد التخرج. يا عم دي ما بتقبلش اي حد، لازم زقة كده من حد واصل عشان نعرف نخطي فيها بس. وده اللي انا بسعى له من دلوقتي. ان شاء الله هنكمل مشوارنا فيها. مشوارنا؟ طب انت ممكن حد من معارف والدك يزقك الزقة دي، اما انا بقى هيزقني ليه؟ ولا ناوي تشحت عليك وعليا؟ عيب عليك يا رامي، ومن امتى يعني حد فينا بيعمل حاجة لنفسه من غير التاني؟ انا مفهم بابا كده وقلت له لو جات لنا احنا الاتنين يبقى خير وبركة، جات لنا لوحدي يبقى مش عايزها. طبعا زمان ابوك دعا عليا وقال لك يا عم عليك انت وصاحبك في ساعة واحدة. لا طبعا، بابا بيحبك. هو قال لي طالما نيتك خير ان شاء الله ربنا هيكرم، وانتم الاتنين تقدموا وكل واحد ونصيبه، واللي ليه نصيب يشد التاني بعد كده في اول فرصة تجيله. صح كده؟ هو ده كلام الناس العاقلين يا باشمهندس. مش تقولي محدش يفرقنا عن بعضينا ابدا. ايه فيلم عربي ده ولا ايه؟ ان شاء الله يا عم، ان شاء الله هنوصل. ربنا يكبر بخاطرنا احنا الاتنين يا صاحبي، ونوصل لكل اللي نتمناه واكتر. مادام نيتنا خير ربنا هيدينا الخير. وعدت الايام واتخرجنا وحصل اللي كنا بنتمناه. ولقيت حسام في يوم بيقول لي اخيرا حلمنا اتحقق وهنشتغل سوا.
لا وايه، احنا الاتنين اتقابلنا مع بعض وفي نفس الشركة اللي حلمنا بيها سوا. ايوه يا عم حسام، اخيرا بقى هنشم نفسنا ومحدش فينا هيبقى احسن من التاني. ايه محدش احسن من التاني دي؟ يا ابني احنا اخوات وعمر ما هيكون في منافسة ابدا ما بيننا، ونجاح واحد بس فينا يبقى نجاحنا احنا الاتنين. ده احنا عشرة عمر كله، فاكر ولا نسيت؟ طبعا فاكر يا حسام، من اعدادي واحنا ما فرقناش بعض ابدا. طول عمري يا رامي وانا بعتبرك اخويا، يمكن لو كان ليا اخ ما كنتش هحبه واتفق معاه زيك كده. ده انت تحويشة العمر كله اللي بدعي ربنا يحافظ لي عليها طول العمر. ربنا يديمها علينا نعمة. هو العمر فيه كام 20 سنة يا صاحبي عشان نطلع تاني بصاحب جدع واخ يخاف على اخوه زيك كده. وطبعا مهما كنت شاطر كان لا يمكن اتقبل ابدا في الشركة دي من غير ما عارف بابا حسام. وكل الامور كانت ماشية تمام. وبعد مرور كام سنة لقيت حسام جاي وبيقول لي: بارك لي يا رامي، بارك لي، انا اترقيت، يلا شد حيلك بقى انت كمان عشان تحصلني يا جدع. مبروك، ان شاء الله ربنا يسهل، بعد اذنك. ايه ده، رايح على فين؟ هو انت مش هتيجي اعزمك على الغدا ونحتفل سوا ولا ايه يا رامي؟ معلش يا حسام، بعدين، انا تعبان شويه، روح انتم. بعدين امتى يا عم؟ هتبوظ لنا العزومه، ما انت عارف حسام مش هيروح في اي حته من غيرك. بقول لك بعدين يا محمود، روحوا انتم، مالكوش دعوه بيا. واخدت بعضي ومشيت. في ايه بالظبط يا حسام؟ صاحبك شكله زعلان ولا يكونش غيران ولا ايه؟ يا محمود اتهبلت ولا ايه؟ ده اخويا، ازاي تتكلم عليه كده؟ مستحيل طبعا، ده يفرح لي اكتر مني انا شخصيا. بس هو شكله فعلا تعبان، خصوصا يعني ان مامته كمان لسه متوفية، اكيد لسه متأثر. ماشي يا عم، انتوا حرين مع بعض وانا مالي، انا بس بقولك على حاجة شفتها في عينيه وانت حر. ساعتها ما صدقش وما عجبهوش الكلام اللي سمعه من محمود. وبعدها جا وقال لي: ايه يا رامي مالك؟ هو انت برضو مش عاوز تطلع من دايرة حزنك على مامتك؟ لازم تفوق لنفسك ولحياتك بقى. ان شاء الله. بقولك ايه، انا تعبان، انا هقوم امشي. لو عاوزين الحق، ايوه انا فعلا زعلت، انا غيرت منه، ده بيسبقني، لأول مرة يسبقني، وشمعنا هو وانا لا. وده كان مدخل الشيطان. وبدأت بدأت ابعد، ورغم ان هو اللي مشاغله كترت لكن كان دايما بيحاول يقرب لي ويطلب ان احنا نتقابل زي الاول. هو انا بقى اللي كنت بتحجج له واتهرب منه. والفترة دي اتعرفت على ريم، وفي مرة وانا قاعد معاها حصل ما بيننا الكلام ده. بقالك فترة كده مش عاجبني ومتضايق، ما بقتش بتضحك زي الاول، مالك يا رامي، فيك ايه؟ ابدا، شوية مشاكل في الشغل، ما تشغليش بالك انتي. طب ما تحكيلي، مش يمكن اقدر اساعدك. هو بدأت احكي لها عن حسام وازاي هو بيترقى ويعلى وانا لا، وكل كلامي غيرة منه، حقد عليه. ولقيتها ردت وقالت لي: بس كده، بسيطة يا سيدي، هات لي انت بس اي حاجة يكون مستخدمها وانا هشقلب لك حاله، هخليه يخسر كل اللي وصل له ده. هتعملي له ايه يعني؟ هتسحري له مثلا؟ ده انت غريبة والله. برافو عليك، جبت التايهة. هات بس اللي بقولك عليه، انا عارفة واحد هيشقلب لك كل حاله، هات لي حاجة من قطره وملكش دعوة بالباقي. وللأسف شيطاني كان أقوى مني وغلبني، وكلمته وطلبت منه اني اقابله، وقال لي انه هيستناني على العشاء عنده هناك في البيت. وعملت بقى زي ما هتشوفوا كده. يا خبر، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ياه، ده انا بهدلت التيشيرت خالص، الاكل وقع عليه. ولا يهمك يا عم، استنى هجيب لك حاجه من الدولاب عندي. لا لا لا، مش مهم من الدولاب، هات لي اي تيشيرت تكون انت لسه هتغسله ولا حاجه، اهو يبقى حاجه فيها ريحتك عشان احتفظ بيه كده زي ما هو. ودخل وجاب لي تيشيرت كان عنده في شنطه، واخدتها منه، ووقتها ما فتحتهوش خالص،
وبعد ما نزلت من عنده قابلت ريم على طول في ساعتها وعطت لها التيشيرت، ولقيتها تاني يوم بعتت لي فويس وبتقول لي خلاص يا عم خلصت لك الموضوع خالص، عد بقى معايا 40 يوم بالظبط بالتمام والكمال، واتفرج بقى اتفرج على صاحبك وهو بينتهي وبيخسر كل حاجة. فضلت مستني ال40 يوم يخلصوا ويعدوا بفارغ الصبر، والغريبة بقى بعد ما خلصوا حسام لسه زي ما هو بصحته وفي مركزه ومفيش أي حاجة حصلت له. بالعكس أنا بقى اللي خسرت شغلي واترفدت منه بسبب غيابي الكتير اللي كان برضه بسبب صحتي، كانت كل يوم في النازل. خسرت كل اللي حواليا ودخلت المستشفى، ولما ريم جات لي استغربت قوي من حالي وقالت لي هو انت ازاي يحصل فيك كده؟ اللي بيحصل لك ده هو اللي كان المفروض يحصل لصاحبك. ازاي ما حصلهوش حاجة؟ هو مش التيشيرت ده بتاعه؟ هو التيشيرت ده كان لونه ايه؟ كان لونه اسود وعليه طباع بيتي كده، هو ده كان شكله؟ ايوه لونه اسود في بيتي. بس خلاص انا كده فهمت، اللي عملته اتقلب عليا يا ريم. التيشيرت اللي خدته منه ده بتاعي انا، كنت قلعه عنده من فترة، هتلاقيه عشان مش بيلبسه اداهولي، وانا عشان نيتي السودة دي ما بصيتش حتى في الشنطة لما اخدتها منه. انا عملت العمل على قطري انا. طب اهدى بس انت يا رامي، خلاص انا هاخد التيشيرت وهروح للراجل تاني وهخليه يفكه، ما تقلقش. وشوية ولقيتها بتكلمني، ها يا ريم عملتي ايه؟ انا خلاص مش قادرة اتحمل اللي انا فيه ده كله، تعبان قوي. انا اسفة يا رامي، بس الراجل قال لي ان لازم صاحبك يكون مسامح علشان يقدر يعمل لك حاجة تفك اللي عندك ده. وقتها اترددت كتير، بس اضطريت اكلم حسام وطلبت منه يجيلي المستشفى. واول ما شافني فضل يعيط، ما قدرش يتحمل يشوف حالتي بالشكل ده، وقال لي هو انت ايه اللي جرالك ده؟ من شهر بس كنت زي الفل، فجأة شغلك باظ واترفدت، ومن يوميها وانا مش عارف اوصلك، ما بتردش عليا. وصحتك ايه اللي وصلها لكده؟ انا هحكي لك على كل حاجة، بس توعدني انك تسامحني. انا حياتي كلها واقفة على كلمة منك تكون من قلبك، من غير ما اعرف اي حاجة يا صاحبي. انا مسامحك والله مسامحك، بس تقوم بالسلامة. اللي انا فيه ده مش هينتهي الا لما صارحك بكل حاجة وتسامحني بجد ومن قلبك. وبعد ما حكيت له على كل حاجة عيط كتير وقال لي انا مسامحك يا رامي، مسامحك. انت اخدت جزائك ودقت من اللي كنت هتعمله فيا، بس صدقني انا زعلت عشانك مش منك. انا مسامحك، بس مش هروح للراجل ده، الراجل اللي انت لجأت له في الشر. انا هتعامل مع امام المسجد اللي عندنا، ما تقلقش، مش هسيبك غير لما اصلح اللي انت عملته ده. وفعلا جاب لي الامام، هو قرأ قرآن كتير قوي، فضل معايا واحدة واحدة ويوم ورا يوم، والحمد لله اتعالجت بالقرآن. وطبعا بعدها علاقتي انا وحسام ما رجعتش زي الاول، لكن لان قلبه طيب ونقي بجد كان دايما بيساعدني من بعيد لبعيد. جاب لي شغل تاني، وقفني على رجليا من الاول، ورغم انه سامحني وانا متأكد ان هو بيحبني، لكن للأسف انا خسرت عشرة العمر كله، الصاحب الجدع، الاخ اللي ما يتعوضش ابدا. خسرته بعد ما اتعلمت ان لو اهل الارض والسماء اتفقوا ان هم يضروا حد مش هيقدروا الا باذن الله، هو الوحيد اللي قادر ينفع او يضر. وحقيقي بقى من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. صفوا نواياكم يا جماعة، عشان سواء كانت خير او شر هتترد لكم تاني. حبوا الخير لغيركم، وقتها بس ربنا هيرضيكم وهيضاعف نواياكم.